بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم فيديو جديد. يعني الفيديو ده بصراحة أنا محتارة أتكلم فيه عن مشروع التيشيرتات والطباعة على التيشيرتات ولا نتكلم فيه عن التغليف. فأنا بصراحة محتارة. أول حاجة دي أن التيشيرتات كنت عاملاها في رمضان اللي فات، طبعا نقدر نعملها في أي مناسبة مش رمضان بس، يعني ممكن تبقى للعرايس، الخطوبة، حسب بقى المناسبة. المختلف بقى هنا ان احنا كنا عاملين في الفانوس ان هو كان مضيء، يعني كان بينور، والنور ده كمان كان بيدخل تحت المية، يعني ممكن يتغسل بسهولة جدا، وفي نفس الوقت يعني مثلا النور ما يبص، فدي حاجة تحفة بصراحة يعني. الخامة بتاعت التيشيرتات كانت تحفة حقيقي. ممكن نطبع عليها بقى اي ديزاين احنا عايزينه، حتى في اعياد الميلاد ممكن نطبع مثلا صورة اللي هي الام والاب والحاجات دي. تمام. البرايد بقى يعني الفكرة المشروع دي نقدر بصورة واحدة او نطبع عليها مليون فكرة، عيد ميلاد، سبوع، وهكذا. انا بس عايزه اتكلم دلوقتي خلينا نتكلم على التغليف. اول حاجه دي كرتونه. الكرتونه دي كان حجمها وسط معقول قوي في التغليف. انا اول مره تقريبا اغلف معاكم حاجه، ناس كتير قوي كانت بتكلمني على التغليف، صواني شبكه، تغليف مش عارف ايه، بس المره دي انا اتحطيت في موقف ان انا عايزه اغلف التيشيرتات دي. تمام. فانا قلت هعمل معاكم باكج كده خفيف، يعني مش لازم حتى ايه يبقى حاجه مكلفه، بتبقى حاجه بسيطه. العلبه دي انا كرتونه، تمام، هي بتتجاب ورقه كده كبيره قوي، واحنا بقى بنتنيها زي ما احنا عايزين. طبعا دي كان اول مره استخدمها، فتلاقيني هي منين اللي فين يا جماعه، عماله ابتدي كده بحاول ان انا اعملها، بس يعني هتلاقي الحاجه ايه معقوله، يعني مش موضوع صعب. تلاقي نفسكوا دي هنا يبقى دي بتتحط كده، فكل حاجه بص في ثانيه، سهله جدا. فعلا اهم من الشغل هو تظبيط الشغل. اللي بيقدم هديه احلى حاجه فيها طريقه التقديم بتاعه الهديه. تمام. فهنا انا كنت بغلفها بصراحه. قلت اغلفها معاكم يعني برضو بما ان انا هتكلم معاكم على التيشيرتات دي. التغليف مهم جدا، يعني الناس اللي بتعمل شغل الشموع هيحتاج التغليف ده. الناس اللي بتعمل مثلا في ناس مثلا بتعمل مناديل كاتب كتاب هاند ميد تطريز، هتحتاج التغليف ده. تمام. آه، اي نوع اي نوع شغل في الدنيا محتاج تغليف، خصوصا الحاجه لما تبقى هاند ميد بقى كمان. فما بنغلفها بتدي كده طابع للعميل ان انتي الله، لا لا حلو، لا حلو، لا انا هروح عندها تاني. في ناس بقى بتعمل رسائل شكر تحطها. تمام. فانا برضو هقول لكم على كام تكيه كده او كام تركيه. في حاجات بتبقى ثابته، يعني في رسائل بتبقى ثابته معاكم. انا هنا كنت بطبق عشان برضو لو انتوا عندكم مشروع ملابس او مشروع هدوم او اي حاجه، تقدروا يعني تاخدوا مني الفكره دي، تستفادوا من، يعني خلوني كده انا على قدي قوي في حوار يعني توضيب الهدوم ده، بس بحاول اعلمكم اللي انا عارفاه. بس يعني كده على قد تيك تيك وتنتها، بس حلو قوي، لقيتها قد البوكس. تمام. طبعا اهم حاجه وانتوا بتسعروا تعملوا حسابكم طبعا ان انتوا هتضيفوا سعر البوكس ايا كان سعره ايه، ايا كان حجمه. طبعا اسعار البوكس والتغليف والحاجات دي لازم تضاف. حتى لو سعر مبدئي، يعني يعملوا تخفيض من ده على ده. تحاولوا ان انتوا اهم حاجه في التسعير تضيفوها. الكروت دي انا كنت جبتها بصراحه رائعه. طبعا بتبقى مثلا ايه زي كارت شكر كده، نقول بس ثانك يو، اللي هو بقى للايه، لان ان انت يعني ان انت عملت كده، ان انت اشتريت مننا بمعنى اصح. فبتبقى حاجه كده برضو لما انا افتح البوكس الاقي فيه كلمه شكر. ممكن كمان تكتبوا رساله، كارت، ممكن تحطوا اي كادو صغيره، يعني مثلا دي علبه شمع تتحط كده. طبعا انا مشروع الشموع انا هكلمكم عنه باذن الله الفتره الجايه بالتفصيل. ومشروع اللي هو الجبس والحاجات اللي هي الهاند ميد دي هنتكلم عنها باذن الله الفتره الجايه بالتفصيل، عشان حقيقي انا متحمسه جدا ان انا اعملها بجد. فالكروت دي رائعه. تمام. والستيكر ده بقى برضو الناس بتستخدمه، ستيكر مدور تكتب برضو فيه ثانك يو، او ممكن تكتب اللوجو بتاعنا. الحاجات دي كلها باذن الله هتلاقيها متوفره عندي على القناه على التليجرام. ممكن مثلا احاول ان انا ابيع لكم صف من ده، صف من ده برضو، دي اللي هي ما تنسوش الريفيو، فبتبقى لطيفه يعني كده حاجه بقى ايه، جيري وهو صغنطط كده، وما تنساش الريفيو، يعني حاجه كده ايه يعني كوميك، يعني حاجه بتضحك. تمام. ممكن نحط اللوجو بتاعنا زي ما احنا قلنا، يعني مثلا انا ميوز هاند ميد، فانا ممكن تعملوا ميوز اي اسمك، ممكن نقدر نعمل لوجو منها. في ناس بقى بتعملها مربعه كبيره. الحاجات دي كلها تقدروا تستخدموها. ماشي، هعيد تاني في مشروع الشمع. اي مشروع بقى. تمام.
فحركه لطيفه جدا. مش عارفه الموبايل كان عامل فوكس، فكنت بحاول ارجع الفوكس تاني. بتقفلوا بقى بيها كده عشان تتشحن او تروح في اي حته، او حتى تتقدم كهديه يعني. فدي من الاساسيات بتاعه التغليف. تمام، احنا كده غلفنا. في ناس بقى لو انتوا هتحطوا حاجه بتتكسر او حاجه، فهنحط بقى اللي هو البابلز اللي هي ان احنا بنقعد نلعب فيها ونفرقعها والحاجات دي، عشان الحاجه لما تتكسر. باذن الله لما اجي اغلف لكم حوار الشموع والحاجات دي هبقى هقول لكم برضو تفاصيل عنها. وطبعا مهم جدا الخيط، اللي هو الخيط الخيش ده، يعني اساسي برضو، عشان ندي برضو، مش لازم هنقفله قوي، مش هندبسها، بس نقفل كده قفله لطيفه. في ناس بقى اللي بتشحن بتطبع بقى اللي هي قسيمه الشحن والحاجات دي. اسمها ايه مش فاكره. طبعا يعني الناس اللي بتعلق لي في الكومنتات لما اقول حاجه انا مش فاكراها، بحبكم جدا بجد. يعني انتوا بتفكروني في ساعات فعلا لما اجي اعمل فويس على الحاجه واكون مش فاكره اسمها، وانتوا تعلقوا لي في الكومنتات. انا ببقى عارفه اسمها بس انا بنسى وانا بقول الفيديو، فبشكركم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. يبقى مناديل كاتب الكتاب مهم جدا على فكره. الناس اللي بتعمل تطريز مناديل كاتب كتاب هيبقى حلو قوي. الصواني بقى الشبكه هي مشكلتها في حاجه واحده بس. لو انت تعمل مثلا بصمه او حاجه كده، اللي هي الصواني اللي هي من غير مثلا حاجه طالعه من الظهر بتاعها، ممكن تتحط في حاجه زي كده. بس خلي بالكم ان الصينيه ممكن تبقى حجمها اكبر، فهنضطر نشتري بوكس اكبر شويه. تمام. مهم برضو حوار ان احنا ممكن نجيب شمع. عارفين برضو دي هعرضها لكم في التليجرام. طبعا انتوا عارفين ده اللي هو البصامه او اللي هي الختم. طبعا الناس بتعمل الختم بتاعها باللوجو بتاعها برضو، لو عايزين بتبقى في حاجات جاهزه، في اختام جاهزه زي كده. شمع زي ما انا عملتها معاكم قبل كده، وبنبصم بيها، بتدي برضو شكل لطيف مع قلم بقى جولد او سيلفر، هتدي بقى حاجه وهم. لو انتوا بقى عايزين تفنشوا الشغل تمام ويبقى جامد جدا. تمام. انا بس عشان مش كنتش عايزه اربطه فما عملتهاش معاكم في الفيديو، بس انا كنت عملت حوار الشمع ده معاكم في فيديوهات قبل كده. تمام. تقريبا في التغليف بتاع كان تغليف برواز تقريبا. ده بقى كان شكل تاني من التيشيرت، كان عليه بقى طباعة الصورة. فسهل جدا ان احنا نعمل اي تصميم لو حابين. لو عايزين حوار التيشيرتات ده يا جماعة، وعايزين يعني لو حد عايز او حاجة، ممكن برضو تعالوا على التليجرام، يعني انتوا عايزينه، كل حاجة متاحة بإذن الله. اهم حاجه في موضوع التيشيرتات ده المقاس ده بيبقى كارثه. يعني انا لما باجي اخد من عميل ان انا مقاسه ببقى مرعوبه جدا، فبريح دماغي. ببقى مثلا قايله ايه، والله مقاس 5 أو 6 أو 4، طول كذا، العرض كذا، عشان برضو يبقى احنا على يقين ان احنا تمام. ان كل طفل مثلا، انا مثلا ابني بيلبس 4، ممكن في تيشيرت تاني يلبس 6، في تيشيرت تاني يمكن يلبس 7. فاهميني؟ النور بقى ده كان اختراع بالنسبه لي، ان هو ازاي بنعمله بطريقه معينه بحيث ان هو يبقى ضد الميه. هقول لكم التركايه بتاعته. هو عباره عن فازلين، في فازلين كده بيتحط عليه زي شريط بيمنع بقى البتاع ده. هبقى اقول لكم عليه بقى في فيديو تاني لوحده كده بتفاصيله. بس انا قلت لكم اهو الفكره، ان احنا نقدر نحول التيشيرت ده من ان هو ممكن ان هو مش هيمتص الميه وهكذا يعني، وبتتكوي بس كده. سر يا جماعه، ها انتوا عارفين انا اللي هيفتش اللي هيقول السر ده بره، انا هزعل منه. دي انا بقول لكم حاجات بفلوس يا جماعه، يعني انا بقول لكم على حاجات وافكار وحاجات مش عايزه اقول لكم، يعني حاجات ما بتتقالش فعلا في كورسات، زي ما انتوا عارفين. يعني انتوا عارفين مية على ايه. يا رب بس اللي بيشوفني لحد دلوقتي يدعي دعوه حلوه، ويكتب لي في الكومنتات ان هو مبسوط جدا من الفيديو وان هو استفاد. بس ده انا مش محتاجه اكتر من كده. ويا دوب اول ما نخبط على الفانوس النور هينور. طبعا نقدر نعمل فكره النور ده في اي حاجه تانية، يعني ممكن في العيد، ممكن بقى انتوا خلاص انا مش هعيد تاني نفس الكلام. يا رب يكون الفيديو بسيط وعجبكم، ويا رب يكون التيشيرتات دي عجبتكم. لو عايزين منها تعالوا على الانستجرام، على التليجرام، وتعالوا برضو على الانستجرام، مش مشكله. وبحبكم جدا لو انتوا لسه بتشوفوني لحد دلوقتي.